بص كده يا جماعة ادي الخلطة اللي هنعملها دلوقتي للفراخ بتاعتنا. اقول لكم بالظبط الخلطة دي مكونة عن ايه، عشان انا طبعا ما نزلتش ادوية تاني غير جرعة اللي هي بديل الكوكسيديا. كنت نزلت بس اخر مرة الشيح، ونزلت البيكربونات الصوديوم. دلوقتي هننزل لهم بقى حاجة ايه تقوي المناعة عندهم شوية وتظبط ايه الدنيا عندهم. الخلطة دي عبارة عن الخلطة دي عبارة عن توم، راس كبيرة توم، وبصلاية كبيرة، وقرن فلفل، بس انا ما لقيتش فلفل حطيت بديله شطة، شوية شطة. تمام. وحطيت يعني حوالي 3 ليمونات كبار، وخل، كوباية خل كده صغيرة. وبرضو حطيت يبقى كده ليمون وخل وشطة وتوم وبصل. تمام. لو ما فيش شطة يبقى هنحط، لو ما فيش فلفل هنحط شطة. ادي دي الخلطة بتاعتنا طبعا. ورحت مسكت كده ايه عصرتها، ده التفل بتاعها، وديت المية اللي طلعناها. التفل ده هنحطه دلوقتي على العلف، هنحطه على العلف. يعني طبعا العلفات يعني كده ايه، هوريكم الطريقة دلوقتي هنحطها ازاي. وديت المية طبعا هنحطها برضو ايه على هوريكم الطريقة بالظبط دلوقتي هنحطها ازاي على اللتر بتاع المية. الطريقة ديت والخلطة ديت يعتبر سحرية، ما نكترش منها برضو يا جماعة. هي مرتين ممكن في الاسبوع بالكتير هتدي، بص يعني هتظبط معانا الفرخ خالص. يعني مش هنشوف اي ان شاء الله مشاكل في الجهاز التنفسي، ولا مشاكل معوية بإذن الله، ولا اي حاجة. هتقوي لنا المناعة وهتظبط الدنيا. خليكم معايا كده وهنشوف هنحطها ازاي. بصوا كده يا جماعة، انا حطيت ايه المية، خلطتها كده مع الخلطة، نزلتها لهم كده في المية ويشربوها. بس يا جماعة نصيحة يعني محدش ينزلها في النهار خالص، بالليل زي كده بعد المغرب كده تنزلوها. في النهار طبعا الجو هيكون حر وهي حامية، يعني بمعنى أصح حامية، لازم ننزلها في وقت يكون تراوى الجو شوية. أنا طبعا ايه فضيت له من الخلطة، هنزل هنا مكانها علف. الخلطة دي جميلة جدا حلوة خالص للبتاع للرومي، الرومي الأبيض، عشان الرومي طبعا بيبقى عنده الجيوب الأنفية بتتعب بسرعة. احنا كده ننزلها ايه، حطينا بس شوية علف صغيرين. اوريكم ازاي هننزلها دلوقتي، عشان ما ينفعش ان انا احط على العلف، على العلف كله بتاع العلافات. بصوا هنقعد نقلب فيها كده لغايه ما ندوبها ايه، يدوبك في شويه علف بس عشان ياخدوا الفايده منها ويخلصوها بسرعه. ما نحطهاش على العلافه كلها، هتقعد ولما بتقعد ما بتبقاش كويس. احنا نحط يدوبك على شويه علف صغيرين، واوريكم دلوقتي هنحطها ازاي على العلافه عشان يقدروا يستفيدوا بس منها بسرعه. نفضل نقلب فيها كده. الخلطة دي بصراحة شفا للطيور، جميلة جدا، يعني ما شاء الله عليها. تفرق بقى، لا أدوية ولا علاجات. احنا مش كل حاجة ننزل لها أدوية وعلاجات والكلام ده كله. بصوا أنا دلوقتي هوريكم ايه هنحطها ازاي العلافة. ها هنعمل ايه، نيجي كده ناخد شوية. بصوا العلافة اهو، هما بياكلوا من هنا. هنزودها كده حوالين داير كده في العلافة،
هوريكم دلوقتي ينزلوا عليها على طول زي ما انتوا شايفين كده. الخلطة كلها حطيتها كده على العلافة بالشكل ده. تمام. نيجي برضو العلافة اللي بعديها نفس الكلام تاني. ادي ايه الخلطة بتاعتنا كلها كده كده، يستفيدوا منها على قد ما يقدروا. هياكلوهم على طول وهم قاعدين دلوقتي ويشربوهم ويشربوا ميه، يبقى كده جسمه مستفاد بالخلطة. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو بس بس نحطها لهم بقى. عندي علافه تاني لسه ايه، احاول ان انا املاها. هوريكم دلوقتي هما بياكلوا. شايفين العلافه اللي هناك؟ شايفين؟ يعني انا ما كنتش مجوعاهم والله، بس ايه هما هناك اهو. بصوا اتلموا ازاي، ولما بياخدوا بالهم من دي هيتلموا عليها، وابتدوا يتلموا على دي كده يستفيدوا منها. انا عايزه كده امسك لكم واحد كده اوزن النهارده اليوم ال14، نطمن على حكايه الوزن برضو. بصوا يا جماعه هذا الميزان ايه، نخليه كده يصفر. استنى بس اهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله اكبر، عمر 14 يوم. بصوا 550 جرام. الله اكبر ما شاء الله، 550 جرام زي ما انتم شايفين. الله اكبر. الاوزان كلها على فكره عندي مقاربه لبعضها، يعني يا دوبك اللي فارقه ممكن ايه في واحد يبقى 50 جرام اقل، اكتر 50 جرام بس، لكن هي الاوزان كلها الحمد لله زي ما انتم شايفين كده. الاوزان كلها عندي موحده ما شاء الله الله اكبر. النهارده كده يا جماعه وريتكم ادي الارانب بتاعتنا، وريتكم كده الخلطه كده. يا ريت الفيديو يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك القناه لو انت اول مره تدخلوا، وما تنسوش تعملوا لايك وتعلقوا كده وتصلوا على النبي كده في التعليقات، وتكلموني لو في اي سؤال عايزين تسالوا عليه واي استفسار ابعتولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.